لا أنكر أن سؤاله كان يبدو في ظاهره بسيطا، ولكن هيهات، فعلاقتي به تجعلني دائما أنتظر ما خلف السؤال. فلا يعقل أن يسألني قبل الفجر بساعات قليلة عن منطوق قانون بقاء الطاقة، لمجرد كونه قد يريد مراجعته قبل النوم، وكأنه صورة حبيبته التي يريدها أن تكون آخر ما رأته عيناه. ورغم ذلك أجبته محاولا استعراض عضلاتي قائلا: الطاقة يا سيدي لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يا رفيق الدرب يمكن تحويلها من صورة لأخرى. صمت لبرهة وقال: وفي رأيك ماذا عن قانون بقاء الوعود؟ شعرت بتأثير نشوة انتصار يسري بعروقي، فكما توقعت سؤاله مجرد مدخل لفلسفة قادمة لا يعلمها إلا الله. وقد استشعرت أن النوم قد تطاير من عيوني، وتنبهت له قبل أن يكرر سؤاله: ماذا عن قانون بقاء الوعود؟ قلت متفلسفا: الوعود شفرة غير مرئية، تتم ترجمتها بطريقة تشبه الحبر السري، فقد يرى الجميع الورقة فارغة إلا من تعلم فك طلاسم تلك الشفرة. وكذا الوعود عملة نادرة، ليست فقط نادرة الوجود، ولكن فقط نادرون من يستطيعون التعامل معها، نادرون أكثر من منحهم الله قدرة وأعانهم على تحقيقها. حينها تتحول الوعود لطاقة، طاقة تنتقل من دعوة عبد رفعت للسماء، فاستجاب رب السماء فأعان العبد الذي أخلص النوايا وتحققت، ومن ثم انطلقت طاقة نورانية شملت صاحب الوعد وذلك الموعود، وتظل هكذا تتحرك سرمديا بلا انقطاع شرط إخلاص نية الطرفين. قال لي مودعا بطريقته المعهودة: فليكن إذن هناك مسمى جديد، قانون بقاء طاقة الوعود، فالمسمى أجمل وأقرب للقلب. وأتمنى كما أشكرك على ذلك التفسير أن أشكرك يوما على تحقيقه على أرض الواقع، وأن أجد من أتبادل معها طاقة قانون بقاء الوعود. قلت: حينها لابد أن تكون من المميزين من بنات حواء، شرط أن تكون أنت آدم الأخير.